شايف تشكيلة منتخب مصر اللي بدأ بيها كابتن حسام حسن النهارده، العالم كله انتقدها وانا واحد من الناس ما انتقدتهاش يعني، بس كنت مستغرب منها وارجع اشوف الكلام ده من قبل الماتش. كابتن حسام حسن من غير ما حد يسأله هو طلع كده من نفسه وقال لك احنا لعبنا النهارده بخمسة. الحمد لله بشكر اللعيبه زي ما لعبنا في ماتش جنوب افريقيا بخمسة، ومن ساعة ماتش جنوب افريقيا واحنا بنلعب برضه بخمسة. فكرة انك تبدأ بخمسة، ده هو اللي بيقول انك تبدأ بخمسة دي مش معناها ان انت داخل تدافع بس، تلعب بخمسة لكن محدش عارف ادوارهم في الملعب، محدش عارف هما بيدافعوا امتى وبيهاجموا امتى، محدش عارف الطريقه دي لو ما نفعتش بيبقى الحلول البديله بتبقى ايه في وقت الماتش. ان هو مذاكر حاجه زي دي كويس، ان لكل حاجه طبعا بيبقى ليها رد فعل مختلف. قال لك كده بالحرف انا بعمل ايه الطريقه وبوجد لها حلول. احنا اكتر حاجه مفرحانا في القصه دي كلها هي الروح اللي موجوده بين اللعيبه بجد. صلاح وهو بيهزر كده وبيضحك في المؤتمر الصحفي اللي بعد الماتش بيقول لك المعسكر ده لو بيتصور يعني اللي هو من الاخر يعني في حاجات كتير ما ينفعش حد يصورها. اكيد طبعا قصده اللي هو الهزار والضحك وان هم بيقعدوا يهزروا مع بعض والقصص دي يعني. بيقول لك ان في وقت فراغهم بعد التدريبات بيبقى فيه كوميديا جميله جدا ما بين كل اللعيبه، واللعيبه كلها مترابطه مع بعض وكلهم حابين بعض وكلهم حابين القعده اللي هم قاعدينها مع بعض دي. واكد ان الشغل اللي بره الملعب مهم جدا زي اللي جوه الملعب بالظبط.